تعال اقول لك على اشهر معضله في الرياضيات. هل عدد الاعداد الصحيحه بيساوي عدد الاعداد الزوجيه؟ انت عارف ان الاعداد الزوجيه هي جزء من الاعداد الصحيحه، لان الاعداد الصحيحه جزء منها زوجي وجزء منها فردي، وفي نفس الوقت عدد الاعداد الصحيحه والاعداد الزوجيه لا نهائي. وبالتالي لو حطينا قدام كل عدد صحيح عدد زوجي هتكتشف ان المجموعتين ليهم نفس العدد، لان قدام كل رقم صحيح في رقم زوجي بيناظره. وهنا بقى انت هتقع في الحيره. المشكله ان انت مش هتعرف ترد على السؤال ده عدد الاعداد الصحيحه بيساوي عدد الاعداد الزوجيه، وده لان انت هتضرب مفك في اساسيات الرياضيات، وهو ان الاعداد الزوجيه جزء من الاعداد الصحيحه، وده معناه ان الواحد هيساوي 2. وفي نفس الوقت مش هتقدر تقول لا عدد الاعداد الصحيحه اكبر من عدد الاعداد الزوجيه، وده لان انت هتضرب مفك في فكره المالا نهايه، وان المالا نهايه هي حاجه ما بتخلص. وبالتالي لو فضلنا نمشي للمالا نهايه هنقدر نطلع قدام كل رقم صحيح رقم زوجي. لو انت حسيت ان دماغك لفت وبدات تتخنق مني ونازل تشتمني في الكومنتات، فده بالظبط نفس الاحساس اللي حس بيه علماء الرياضيات لما كانتور قال لهم الكلام ده لاول مره. عالم الرياضيات جورج كانتور كان اول واحد فكر في الاحجام المختلفه من المالانهايه،